خالد بوطي موجود، راشد مهير واحد من اللعيبه بتاعت وسط الملعب النهارده برضه، لاعب رقم 37 مع تشكيله الزفره والعرضيه. هو سجل بقى، لازم يسجل. هو ده اللي بقول لك عليه، التارجت والهدف يسجل بنفس الطريقه يا جماعه. كلاكيت ثالث مره في الثالثه نادي الزفره يسجل. والله ده تكتكس مدرب، مش ممكن الزفره بيعمل الكلام ده كله كده من مزاجه. شوف هنا الكرات العرضيه عملت خطوره، واضح ان الكرات العاليه خلف المدافعين بالنسبه لنادي البطايح عندها مشكله، والنقطه اللي هي ما بين الحارس وما بين المدافعين فيها مشكله. ثالث مره الزفره على طول يسجل هدف اول جميل، اكيد هيعمل متعه لشوط المباراه الاول في نهايه امطاره. شوف هنا على طول الزفره مركز على دي، الزفره مركز على دي، والثالثه حاططها فولي جميله، لكن على الارض كتمها كتمه معلمين. الزفره اداؤه ممتاز في الاوف تايم الاول، وهدف روعه يختم بيه جزء تكتيكي. مش ممكن الزفره بيلعب الكلام ده عشوائي، لا 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 لا، مش ممكن الزفره بيلعب الكلام ده عشوائي. الزفره عمل 3 مرات، في المره الثالثه جابها، والرابعه بتاعت وليد عنبر اول كوره بعد عرضيه الرايحي تتعمل كوره جميله. ولا ده لعيب يا تياجو يا جميل، يا لعيب يا تياجو يا لينكو، يعمل تياجو لينكو، يعمل اللينك الجميل ويسجل اول هدف اللقاء هنا في امسيه كرويه جميله. محاولة تانية على طول عن طريق جواو، ادي جواو خطيرة جدا، ولا تعادل. بقول لك فريق خطير. سيكو بابا على نفس الطريقة يسجل على طول خلف المدافعين. سيكو بابا يعطي أفضلية بابا، ومين غير بابا. شوف سيكو بابا يتقدم بهدف أول جميل لصالح فريق نادي البطايح، يعود بأول هدفه عن طريق البطايح، يعادل الأوتار. هنا يسجل سيكو بابا ثاني أهدافه في المسابقة. سيكو بابا يسجل هدف جميل بالراس. شوف الكرة، شوف السرحان والتوهان في الرقابة، ما كانش فيه متابعة. هنا على طول جواو لعيب كورة كبيرة قوي. شوف الولد جواو ده، الكوره دي بتدل دلاله شديده لعيب دولي. يا ولد حاطط كوره جميله، جمال ملاش مثال. شوف جواو، شوف الباصه يا جماعه، الهدف الباصه بالبساطه بالسيكو بابا يتعادل لصالح نادي البطايح ويعدي الاوتار المباراه. 17 دقيقه بقى ناريه.